من المواقف المهمة اللي انت محتاج تقف معاها وقفة. فاوندر شركة تويوتا يروح يقضي وقت في فورد ويشتغل هناك از تكنيشن عشان عنده هدف معين عايز يوصل له، وبالفعل الراجل ده ينجح ويقدر يوصل للهدف بتاعه ويرجع لليابان ويعمل برودكشن لاين كوبي بيست كده من شركة فورد، ويوصل وتبقى شركة تويوتا وتبقى محققة اعلى مبيعات من شركة فورد نفسها. الشاهد من الموضوع اللي عايز اقوله لك ان انت تخلي بالك من حتة رئيسية قوي. هل تقدر تشتغل بمستوى اقل من مستوى التعليم بتاعك عشان توصل لهدف معين؟ لما تيجي تدرس كده الناس اللي نجحت في العالم هتلاقيهم مروا بمرحله زي المرحله دي. يعني مفيش واحد اتولد كده من بطن امه وفي بقه معلقه ذهب، ده نتيجه لان الدنيا هي عباره عن شقه وتعب. ولكن الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان انت تبقى عندك هدف وحاطه قدامك ومركز عليه وشغال عليه، تطور من نفسك وتتعلم وتسمع وتشوف عشان توصل للهدف ده. وطبعا خليني اقول لك عشان توصل للهدف ده فانت محتاج تعمل فولو، لان الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتاثر عليك الطريق.